السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مجرم حرب. خلال القرن ال16 ولحد بداية القرن ال19 كانت الجزائر بتمتلك أسطول بحري قوي مكنها من السيطرة على الساحل الإفريقي للبحر المتوسط. وعن قوة البحرية الجزائرية بيقول ويليام سبنسر أستاذ التاريخ الحديث بجامعة فلوريدا الأمريكية في كتابه الجزائر في عهد رياس البحر صفحة 173: وقد كان لأسطولهم في وقت متأخر سنة 1825 4 مدمرات مجموع أسلحتها 188 زيادة عن طرادتين وبارجتين مع مجموع قوة نارية تستطيع الثبات في أي معركة. بلغت قوة الأسطول الجزائري في الوقت ده للدرجة اللي أجبرت القوى الكبرى في أوروبا زي بريطانيا وفرنسا على دفع جزية أو ضريبة في مقابل السماح لسفنهم بالمرور في البحر المتوسط. وعن هذا الأمر بيقول ويليام سبنسر في كتابه الجزائر في عهد رياس البحر صفحة 177: وفي سنة 1816 دفعت كل من فرنسا وبريطانيا وأسبانيا وهولندا جزية يبلغ مجموعها 580 ألف قطعة نقدية حوالي 696 ألف دولار، وأعطت السويد والدنمارك مدفوعات بقيمة 254 ألف دولار. وفي الفترة دي حاول الأوروبيين عدة مرات غزو الجزائر، لكن كل محاولاتهم كانت بتنتهي بالفشل. وفي صفحة 178 من كتابه بيقول ويليام سبنسر أستاذ التاريخ الحديث بجامعة فلوريدا: وقد أظهرت الوقائع الثابتة أن مختلف الحملات الأوروبية التي جرت ضد الجزائر قد أثبتت عجز السياسة الخارجية الأوروبية بالمعنى الجماعي حينما جوبهت بأمة قوية في الداخل ومصممة ومتحدة. ده باختصار كان حال الجزائر اللي كانت